هو كابتن رامي ربيعة عاوز ايه من الاهلي؟ يعني كابتن رامي ربيعة طالب مبالغ خيالية. يعني انا مش متخيل ان واحد زي رامي ربيعة يطلب 85 مليون وعاوز يدخل اخوه وكيل عشان ياخد نسبة. طب بنسبة ايه؟ يعني انت ايه اللي عملته مثلا؟ يعني انت احسن مدافع في الدوري المصري؟ لا طبعا، مش احسن مدافع في الدوري المصري. عاوز تروح بيراميدز روح. انت خلاص، انت تممت في بيراميدز، انت رايح بيراميدز. بس ما تقولش ان انا ادخل اخويا وانه ياخد نسبة وان انا عاوز 85 مليون. بتاعتي ال 85 مليون بتاعتي؟ يعني بتاعتي ال 85 مليون اللي انت عاوز ايه اللي عملته عشان تاخد 85 مليون؟ انت اتفرجت على الماتش امبارح بتاع برشلونة والانتر؟ المفروض تكون اتفرجت. والمفروض بعد ما اتفرجت على مباراة بالحجم ده، المفروض والله انت اللي تدي النادي فلوس. المفروض لما تتفرج على مباراة زي دي انت تدي للنادي فلوس. يعني ايه عاوز 85 مليون بتاعت ايه؟ ايه اللي هتعمل بيهم ال 85؟ عملت ايه في النادي بيهم مثلا؟ مجهودك مش مضيعينه. اي نعم، انت عملت مجهود وكل حاجه ولاعب، يعني لاعب في الفرقه. بس ليه عاوز 85 مليون؟ دي نقطه. يعني مش عارف. يعني انت رايح بيراميدز هتاخد 5 مليون في 3 سنين، 5 مليون دولار. يا عم الله يسهل لك. بس ما تقولش انك انت ابن النادي الاهلي واني انا واني انا واني لا. انت ما تستحقش ال 85 مليون. انت المفروض بعد المباراة بتاعت الانتر وبرشلونة امس، يعني المفروض اول ما تصحى الصبح كده تطلع على النادي، طلع 5 مليون كده تديهم للنادي. انت المفروض تدفع فلوس بالنسبة للمستويات اللي احنا شايفينها. يعني 85 مليون ليه؟ رامي ربيعة ياخد 85 مليون بتاعتي ايه؟ مش عارف. بعدين بتكلم عاوز تتساوى مع تريزيجيه. مع احترامي ليك، تريزيجيه في منتخب مصر احسن من صلاح. يعني والكل بيشهد ان تريزيجيه في منتخب مصر احسن من محمد صلاح. يستحق ياخد مبلغ كبير. لكن انت تستحق ايه؟ ده رامي ربيعه. تاني حاجه اكرم توفيق. انا بشكر كابتن عماد النحاس انه طلع اكرم بره يعني بره القائمه خالص، ما بيدخلش مع الفريق القائمه، يتدرب بس بره القائمه. خلاص راجل مشي. يعني راجل ماشي ماضي مع فريق بره. ليه اديله؟ ما انا ادي الواحد قاعد معاي. يعني انا ادي الفرصه لواحد قاعد معاي. ليه لاعب اكرم؟ هل الاهلي هيخسر لما اكرم يطلع؟ لا. الاهلي لعب ماتشين كسبهم مع كابتن عماد النحاس. مفيش حاجه يعني. الاهلي مش بيوقف على لاعب. رمضان صبحي طلع، الاهلي وقف؟ لا. عبد الله السعيد طلع، الاهلي قفل؟ لا. اللاعب بيمشي، يروح، يجي 20 لاعب، واللي بيعمل اسمهم النادي الاهلي. بس ما ترجعش بعد ما تعتزل وتقول انا ابن النادي وانا لا. انت بصيت لي الفلوس، خلاص خليك في الفلوس، كمل في الفلوس. بس ما تجيش انت بعد ما تعتزل تقول ان انا ابن النادي الاهلي وان انا اهلاوي. لا يا حبيبي، انت اخترت الفلوس، خلاص خليك في الفلوس. النادي مش هيوقف يعني، مش هيوقف ضدك. خليك، ده هدفك وده طموحك اللي قال عليه رمضان صبحي، ده طموح. المفروض انت كنت شفت اخرة رمضان صبحي ايه. المفروض كنت شفت اخرة رمضان صبحي ايه. رمضان صبحي يعني موصي جميع كباتن الاهلي الكبار، احمد شوبير، اكرامي، الناس الكبيره في الاهلي، موصيهم عشان يرجع. بس القرار خلاص مش هيرجع، ما ينفعش يرجع. فانت اللي بتختار. فما ترجعش تزعل بعدين يعني وتقول ان انا ابن النادي وان انا عاوز ادرب في النادي. لا. بأمارة ايه؟ بأمارة اول ما يجي لك فلوس زياده مشيت. ما حسبتهاش بطولات، ما حسبتهاش انك انت بتلعب في النادي الاهلي. لا، انت حسبتها فلوس. طول ما انت حسبتها فلوس خلاص، خلي الفلوس تنفع.